أتظنون أن الإنسان الذي يحسن إلى والديه ويحترمهما ويقضي حوائجهما ويسهر على خدمتهما أن له الآخرة فقط؟ لا والله، بل الله سبحانه وتعالى كذلك يرتب له دنياه، يجعل دنياه جنة إن شاء الله سبحانه وتعالى، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا قرأتم في سورة البقرة قصة بقرة بني إسرائيل تذكروا ما سأرويه لكم. روي أن رجلا من بني إسرائيل كان صالحا عالما فقيها طيبا مؤمنا، خطب امرأة من قوم فقبلوا أن يزوجوه منها، وكان ابن عمه قد خطبها ولم يزوج فحسده. أعوذ بالله سبحانه وتعالى من الحسد. الحسد أول الذنوب التي أخرجت إبليس من رحمة الله سبحانه وتعالى وجعلته من المرجومين إلى يوم الدين. فإياكم والحسد يا أخي، إنسان الله سبحانه وتعالى رزقه، إنسان الله سبحانه وتعالى قبله، هو لم يذنب عليك ذنبا، لماذا تؤذيه وتحسده؟ أنت إذا حسدته إنما تعترض على الله سبحانه وتعالى. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في سلطانه إذا لم ترض لي ما وهب، الله وهب لي ذلك، لماذا لا ترضى؟ على كل حال ليس حديثنا عن الحسد، إنما حديثنا عن بر الوالدين، والحسد إن شاء الله نتكلم بمحاضرات مستقلة عنه. حسده فقتل ابن عمه وجاء بجسده إلى نبي الله موسى، قال يا نبي الله قتلوا ابن عمي حتى يضيع عن نفسه. طبعا جاء بني إسرائيل وتوثبوا للشر، وكل منهم أخذ سلاحا يريدون أن يحتدوا على منطقة أخرى، على قرية أخرى، على عشيرة أخرى، لأنه كان بينهم وبينها عداوة. قال نبي الله موسى وما الذي أدراكم أنها هي التي قتلت ولدكم؟ إن الأموال لا تستحل بالشبهة وبالظن والتهمة. قالوا إذن كيف نعرف من قتل ابننا وولدنا؟ قال اصبروا سيدلنا الله سبحانه وتعالى على ذلك وأحكم به. سبحان الله، محل الشاهد هنا كان هناك رجل في بني إسرائيل عنده بقرة وعنده ولد بار به طيب يحب أباه، لم يؤذيه في حياته بكلمة واحدة، نظرة ما آذاه بها، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول من نظر إلى والديه نظر ما قتل لهما وهما له ظالمان لم يقبل الله له صرفا ولا عدلا، يعني لا واجب ولا مستحب، أعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. هذا الشاب من بني إسرائيل كان يحترم أباه كثيرا، وكان عنده تجارة يريد أن يبيعها، وجاء التجار ليشتروا منه التجارة، ولكن كان المفتاح تحت رأس أبيه. قالوا له ألا تبيعون التجارة؟ قال لا أبيعكم، لأن المفتاح تحت رأس والدي ولا أستطيع أن أوقظ والدي وأنغص عليه نومه، وأنا ما آذيته في حياتي، أمن أجل تجارة أو كم ألف درهم أؤذي والدي؟ لا والله لا أبيعها. سبحان الله، التجارة في مخزن ومفاتيح المخزن تحت رأس والده، لم يوقظ والده لأنه تحت المخدة التي كان ينام عليها والده، المفتاح مال المخازن. فعلا ذهب، والده استيقظ، قال ولدي أبعت التجارة؟ قال يا أبا اعتبرني قد بعتها. قال ألم تبع التجارة؟ قال لا والله ما بعتها، لأن المفتاح يا نور عيني كان تحت رأسك، وما أردت أن أوقظك وأنغص عليك نومك يا حبيبي يا أبا. قال وأنت من أجل ذلك لم تبع تجارتك؟ قال نعم. قال عندي بقرة هي هدية مني لك، هبة لإحسانك إلي أولا وتعويضا عن تجارتك ثانيا. النبي موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل اذبحوا بقرة واضربوه بذنبها ببعضها بشيء منها يستيقظ بإذن الله ويقوم من موته، يعني يحييه الله سبحانه وتعالى من موته. قالوا أتتخذنا هزوا يا نبي الله موسى، تستهزئ بنا؟ نقول لك إن ولدنا مقتول ولا نعلم من الذي قتله، تقول اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها يستيقظ؟ قال نعم، الله سبحانه وتعالى قال لي ذلك، وأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الذي يستهزئ بغيره إنسان جاهل، أنا لا أستهزئ بكم. من إسرائيل شددوا على أنفسهم. النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تشددوا على
عليكم واحد يشك في صلاته، خاف صليت كذا، خاف صليت كذا، هل أنا طاهر أو أني نجس؟ يا أخي كل شيء لك طاهر حتى تتيقن من نجاسته، لا تظل تشكك، ليكن اليقين منارك ومسارك في الحياة. إذا شكيت أن هذا ثوبي نجس أو لا، هل تستطيع أن تقول أقسم بالله أنه نجس؟ تستطيع أن تقول ذلك؟ إذا لم تستطع أن تقسم فهو طاهر، أنا أقول لك ذلك وليس أنا، الكتب الفقهية التي علمتنا ذلك. على أي حال بعض الناس يشددون على أنفسهم فيشدد الله سبحانه وتعالى عليهم. بنو إسرائيل هكذا شددوا على أنفسهم لحوحين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال لهم أي بقرة اذبحوا وخلصوا من المشكلة، لا إلا تبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. يا أخي أي بقرة؟ قالوا لا إلا تقول لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، بعد نريد وصف دقيق. يا سبحان الله. قال لهم لماذا تشددوا على أنفسكم؟ قالوا نحن هكذا لا نذبحها إلا تبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، صفراء لا شية فيها ليس فيها لون غير الأصفر. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ولكن كيف ذبحوها؟ جاءوا يبحثون في جميع بني إسرائيل عن تلك البقرة ذلك الوصف فلم يجدوها إلا عند هذا الشاب. قالوا له نريد هذه البقرة، قال لا أبيعها إلا بملء جلدها ذهبا. قالوا له هذا كثير، قال هذا كيفكم ما تريدوها؟ لا تريدوها، مو واجب علي، أنا عندي بقرة ومستعز بها ما أريد أبيعها. قالوا له ولكنه مبلغ كبير، أعطينا نذبحها وبعدين نعطيك الفلوس. النبي موسى قال لا يكذبون عليك. اليهود عادة ما يعاهدون عهدا وينقضوه، أعوذ بالله سبحانه وتعالى، الذين عاهدت منهم فينقضون عهدهم في كل مرة. فجاءوا بالأموال أعطوها إياها، فصار من أغنى أغنياء بني إسرائيل، وذبحوا البقرة وضربوا ببعضها. واستيقظ ذلك الشاب أو أفاق من نومه أو من موته سبحان الله، يعني أحياه الله سبحانه وتعالى من موته، وقال إن ابن عمي فلان قتلني لأنه حسدني لأن آل فلان زوجوني ولم يزوجوه من ابنتهم. وشاهدنا أين؟ أن هذا الشاب ما كان سبب غنائه في الدنيا، كيف أن الله سبحانه وتعالى أغناه ورزقه من حيث لا يحتسب ببركة تلك البقرة، وإنما جاءته تلك البقرة ببركات حسنه أو إحسانه وبره بأبيه، لأنه أبى أن يوقظه، أبى أن يزعجه من نومه. الله سبحانه وتعالى قال ضيعت أموالك بسبب طاعتي وإحسانك لوالدك، لأنني أمرت بطاعة الوالدين والإحسان إليهما لأعوضنك في الدنيا والآخرة. وبالمناسبة هذا ثواب الدنيا،